احنا ما فرطناش في حق لينا. تيران وصنافير سعوديتان. في ليلة عيد الفطر خط السيسي مصادقته على الاتفاقية بين بلاده والسعودية لتنقل تبعية الجزيرتين من غرب البحر الأحمر إلى شرقه. بدأت القصة بشكل مفاجئ مع هذه الزيارة في إبريل نيسان من العام الماضي، إذ وقع البلدان على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية أثناء زيارة العاهل السعودي إلى القاهرة، لتبدأ بعدها رحلة من القضايا والقضايا المضادة وسلسلة من الأحكام والطعون في المحاكم وجلسات سرية وعلنية عامة وخاصة في البرلمان المصري. وخلال أقل من ساعة واحدة قررت لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان بأغلبية أعضائها الموافقة على الاتفاقية وإحالتها إلى الجلسة العامة للمجلس للتصويت. في 14 من حزيران يونيو الجاري الموافق على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية صوت البرلمان. أعلن موافقة المجلس على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية. وخارج البرلمان وقبته والمحاكم وقاعاتها والغرف المغلقة كان الشارع المكبل بقيود القبضة الأمنية وقانون منع التظاهر يغلي، لكن غليانه هذا لم يسفر إلا عن عشرات المعتقلين والمصابين من نشطاء وصحفيين. معركة القضاء انتهت في 20 من حزيران يونيو الجاري، قرار من المحكمة الإدارية العليا ببطلان الاتفاقية. لكن من يسمع صوت القضاء في مصر اليوم؟ أضافت السعودية 80 كيلومترا مربعا إلى أراضيها خسرتها مصر، مساحة صغيرة بالنسبة لمساحة البلدين الشاسعة. فلماذا كل هذه الأهمية؟ تأتي الإجابة من تل أبيب. سوف نصل بين البحر الأحمر والبحر المتوسط. سيكون لدينا القدرة على نقل البضائع من آسيا إلى أوروبا والعكس. وفي ظل الحديث الإسرائيلي عن حلفاء جدد لها في العالم العربي يسكت في مصر كل صوت يصرخ بالرفض. ففي أرض الكنانة لا صوت يعلو على صوت السيسي. الموضوع خلص، لكن أنا بتكلم فيه لأن احنا ما عندناش حاجة نخبيها. اوعوا كونوا مش مصدقين ان مصر مش هتبقى قد الدنيا. لا، دي هتبقى قد الدنيا صحيح، وبكرة تشوفوا. مش هقدر، مش عايز، انا مش قادر اديك. احنا اول وعد معاكم قلت لكم اصبروا معايا سنتين. قلت اصبروا معايا ايه؟ سنتين. صبح على مصر بجنيه والله العظيم، انا لو ينفع اتباع لاتباع. للمواطنين اللي ورجال الاعمال والمستثمرين، من فضلكم اقفوا جنب بلدكم مصر، اقفوا جنب بلدكم مصر 6 شهور بس. يعني انتوا هتستحملوا سنه كمان، سنه كمان. محدش قال لك انك انت فقير قوي، يا ريت حد يقول لكم ان احنا فقراء قوي.